طبعا عارف انك داخل الفيديو ده عشان تشوف نسخة بتشغل ارقام المحظور معدل او طريقة لفك حظر المعدل. تمام. فانا جايب لك تحديث جديد لنسخة واتساب الاحمر، حرفيا تحديث جامد جدا بيفك الارقام المحظورة معدل بطريقتين. الطريقة الاولى ان انت تطلب كود عادي جدا، يعني تطلب رسالة او مكالمة. تمام. لو ما وصلتش او قال لك تحتاج الى واتساب الرسمي، هتقوم عامل حاجة اسمها ربط حساب، هتلاقيها موجودة في النسخة، زرار لونه ازرق، هتدوس عليه على طول وتقوم ناقل ربط حساب. تمام. وكده النسخة هتفتح معاك على طول بدون أي مشاكل، وأنت كده ضمنت إن أنت تفتح النسخة أو تفتح رقمك على نسخة معدلة. تمام. يعني أنت كده مضمون 100% إن أنت تفتح نسخة معدلة. تمام. عايزك بقى كده قبل ما نبدأ في شرح النسخة ديت، عايزك تصلي على النبي واشترك في القناة لو أنت مش مشترك، وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وما تنساش اللايك والكومنت الجميل بتاعك. تمام. ويلا بقى نخش في شرح النسخة عشان ما اطولش عليكم. هي دي شكل النسخة كده من بره زي ما انت شايف، ديت نسخة واتساب الأحمر. تمام. هنفتح النسخة عادي جدا زي ما انت شايف. تمام. اول حاجه فتحت معاك اهيت، مش هتطلب منك تحديثات ولا تطلب منك اي حاجه اصلا. تمام. لان ده تحديث جديد، تحديث جامد اصلا. وزي ما انت شايف كده كل حاجه موجوده عندك هنا في المستجدات. انا هرفع لك ستوري حالا عشان تتاكد وتقتنع ان النسخه ديت شغاله، بترفع ستوري وشغاله، يعني حاجه جامده جدا. تمام. فانا دلوقتي هرفع ستوري اهوت زي ما انت شايف. تمام. رفعت الستوري وهنا بيقول لك جري الارسال، فهنستنى عادي على ما الستوري يترفع. وزي ما انت شايف عندك هنا القنوات اهيت، يعني النسخه اكنها نسخه واتساب رسميه بالظبط. تمام. هنا طبعا الستوري اترفع اهوت زي ما انت شايف، مفيش مشاهدات لان ده رقم فيك. يعني النسخه شغاله بترفع ستوري اهوت قدام عينيك زي ما انت شايف. تمام. وعندك المجتمعات بقى والمكالمات والكلام ده. تمام. تعال بقى فوق عندك ميزه اضافه الحسابات، اللي هي اضافه اكتر من حساب. هتدوس على علامه الزائد ديت وتضيف حسابات زي ما انت عايز. تمام. وعندك علامه قطع النت والكلام ده. وعندك فوق برضو جنبها اللي هي بتاعت الوضع الداكن، السيم اللي هو الداكن والفاتح والكلام ده. تمام. فانا هفعل دلوقتي الفاتح قدامك عشان تشوف برضو الشكل كده وكده. تمام. هفتح النسخة تانية اهوت، هيفتح لي اللي هو السيم الفاتح على طول زي ما انت شايف اهوت. يعني نسخة جامدة جدا، مش محتاج ان انا اوصف في النسخة اكتر من كده. تمام. انا عموما بحب الوضع اللي هو الداكن، فهرجعها تاني زي ما كانت. تمام. ثواني هرجعها تاني، ندوس تفعيل والنسخة ترجع معاك زي ما انت شايف. انا بحب الالوان اللي بيبقى فيها اسود اكتر. تمام. فيعني زي ما انت شايف النسخة جامدة جدا. عندك فوق علامة البحث برضو لو انت عايز تبحث عن اي حاجة في الشتات وكده. تمام. بس انا ما عنديش شتات دلوقتي. وعندك بقى اهم حاجة التلات نقط اللي فوق دول زي ما انت شايف. عندك اول حاجة ضفات الاحمر، اعادة تشغيل واتساب الاحمر، رسالة رقم غير محفوظ، جدولة الرسائل، رد تلقائي، رسالة جماعية اللي هي البي سي ومجموعة جديدة، رسالة جماعية جديدة، الأجهزة المرتبطة ورسائل مميزة والإعدادات آخر حاجة. تمام. فاحنا اللي لزمنا من ده كله حاجه اسمها اضافات الاحمر اللي هي فوق خالص. تمام. هتدوس عليها وزي ما انت شايفها بعدين هتدوس الغاء. عندك هنا بقى الخصوصيه والقفل والتحديثات والاشعارات، سمات الاحمر، الالوان والاسطايل، والمؤثرات ورد تلقائي والشاشه الرئيسيه وشاشه المحادثه والكلام ده كله، اللي هي مميزات البلس العاديه اصلا زي ما انت شايف. تمام. وعندك اعدادات واتساب الاحمر وشارك النسخه واشترك في قناه تليجرام. تمام. احنا هنخش على الخصوصيه والقفل دلوقتي زي ما انت شايف. عندك اول حاجه تفعيل وضع الشبح، طبعا الوضع ده مستخدم في النسخه، يعني موجود تقدر تفعله في اي وقت. تمام. لو حصل بقى منك اي انهيار عندك حاجه اسمها اعاده ضبط الخصوصيه، هتدوس عليها على طول. تمام. وانسى بقى اي حاجه. وعندك بقيه المميزات زي ما انت شايف اهوت. عندك التحديثات هندوس على ده اخر تحديث طبعا. تمام. وعندك الاشعارات لو انت عايز تعين اشعارات او حاجه زي كده بمزاجك انت، وديت كلها سمات وكده. تعالى تحت عندك الشاشه الرئيسيه، عايز تظبط اي حاجه في البار العلوي برضو عادي، كلنا فاهمين في الكلام ده ونسخه كلها متعربه اصلا. تمام. وعندك بقى مخلفات واتساب، الويدجت وقفل واتساب، عايز تقفله ببصمه بقى والنمط والكلام ده. اعدادات واتساب الاحمر، عندك بقى اللغه والاشعارات، تفعيل متصل دائما حاجه تحت خالص اهيت، اللي هي تفعيل المتصل دائما تحت اهي. فتمام ديت على طول بيخليك متصل دائما. تمام. يظهر لاي حد متصل. تعال نخش على الويدجت بتاع الاحمر زي ما انت شايف هنا، ده الويدجت. وهنا مخلفات واتساب، اول ما تدوس على الكلمه اللي فوق ديت على طول هيمسح لك كل المساحه اللي هي في النسخه ديت. تمام. زي ما انت شايف قال لك ضن ومكتوب 0 ميجا بايت. تمام. وعندك ايه تاني؟ تعالى لما نخرج بره. عندك يعني النسخة أصلا مش محتاجة شرح أكتر من كده، أنا جايب لك كل حاجة فيها. عايز تبعت مثلا رسالة لأي حد تدوس على العلامة اللي هي تحت ديت وبعدين أول واحدة. تمام. وبعدين تختار بقى اللي أنت عايز تبعت له رسالة وبتبعت له عادي. تمام. يعني النسخة حرفيا حاجة جامدة جدا، مش محتاج إن أنا أشرح فيها أصلا. عندك الحالة لسه مرفوعات الستوري. تمام. زي ما أنت شايف يعني النسخة شغالة، مش محتاجة اللي هي يعني إيه حد يبقى ما يبقاش واثق في النسخة وكده. تمام. تعالى مثلا انا هبعت رساله برضو لحد عشان انت مثلا تقول انت مش عايز تبعت لحد ليه،
فانا هبعت رسالة وهنشوف هتوصل ولا لأ. هو ده شكل الشات اصلا بتاع النسخة العادي، تمام. فهي الرسالة وصلت اهي قدامك زي ما انت شايف، تمام. فيعني هي وصلت هنا اهيت على النسخة التانية. فيعني النسخة اهيت شغالة بكل حاجة، وعندك ده الايموشن، كل الايمو ده يعني حاجة برضو حلوة اهيت. مش ايفون بس هو جامد برضو، تمام. لو عايزين ايفون قولوا لي وانا اعمل لكم. وعندك برضو ميزة الترجمة، تمام. فيعني زي ما انت شايف وكل حاجة هنا جامدة اهيت، يعني النسخة مش محتاجة شرح اكتر من كده، تمام. والنسخة حرفيا جامدة جدا، انتوا عايزينها بس عشان تشغلوا ارقام المحظورة معدل، تمام. فالتحديث بتاع نسخة واتساب الاحمر الجديد ده حاجة حرفيا جامدة جدا. عايزك بقى تنزل نسخة كده، هسيب لك اللينك بتاعها تحت في الوصف او على قناة التليجرام عندي. طبعا لو انت مش موجود في قناة التليجرام فايتك كتير قوي. وما تنساش بقى تشترك في القناة لو انت مش مشترك. وبس كده يا اخواتي، اشوف وشكوا على خير الفيديو الجاي. سلام.